سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم رايحين نحضروا هاد العجينه اللي مستحيل نستغنى عليها. تقدروا تخدموا بها الحلو والمالح، يعني تقدروا تخدموا بها لي كيش والطاختولات. حطيت 250 غرام تاع الفرينه، 125 غرام مارغرين لازم تكون بارده، قرصه ملح. نحركوا شويه بالميكسور حتى تولي العجينه بهذا الشكل مرمله. نزيدوا حبه بيض واقل من ربع كاس تاع الماء، لازم يكون بارد باش تنجح لكم العجينه. ونعاودوا نميكسو كل شيء غير شويه تاني، ما نكثروش، نقعدوا غير نميكسو العجينه باش تخرج لنا خفيفه وتتفتت وحدها، ما نخلطوهاش مليح. هذه كملاحظه باش تنجح لكم لاباط ابغي. كي تشوفوا العجينه تاعنا تلايمت نحطوها في بلاستيك غذائي ونحطوها في الثلاجه ولا المجمد لمده ساعه. لازم نخلوها تريح باش كي نخدموا بها لي كيش ولا طاختولات يخرجوا مقرمشين وطريين في نفس الوقت. بعد ما تريح العجينه تاعنا نحلوها، نديروا شويه فرينه على طاوله العمل ولا بهذه الطريقه، نديروا ورقه طهي ونحطوا العجينه تاعنا ونحلوها بكل سهوله. ومن بعد نخيروا القوالب، نديروا صغار ولا كبار. انا وريت لكم زوج طرق. هاد الكميه اللي عطيتها لكم ولا هاد المقادير يخدموا لكم يا طارت كبير يا لي طاختولات ولي كيش صغار يكونوا. يعني انا درت لكم هنايا وريتكم فقط الطرق كيفاش العجينه تخدموها بحجم كبير وكيفاش تخدموها باحجام صغيره. هنايا خدمت طاخت وسيترون كبيره كما راكم تشوفوا. بعد ما حليتها حطيتها على القالب. العجينه هذه اللي بقات لي غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونحطها في المجمد. الوقت اللي نبغي ندير دي طاختولات صغار، دي ميني طاختولات، نجبدها نديكونجليها ونخدم بها، ولا تقدوا مباشره تخدموا بها لي طاختولات صغار. وهنايا بعد ما حليتها على حساب القالب نتقبها بفرشيطه هكا باش ما تنتفخش. من بعد كي ندخلها الفرن طيب على حراره متوسطه، نشوفوها حمارت لنا من الجوانب، نقلوها نخلوها حتى تبرد ومن بعد نقلوها من المول ونعمروها كيما نبغوا. دوك نوريكم كيفاش تصنعوا كريمه الليمون بدون بيض. هاد الكريمه تاني جامي نستغنى عليها، دائما وصفتي المعتمده كي نبغي ندير كريم سيترون دائما نخدم هذه بدون بيض، سهله توجد بالخف وتخرج بنينه بزاف. وهنا وريت لكم كيفاش تخدموا تاني لي باركات. حليت العجينه تاعي وبديت نحط في لي مول بهذا الشكل تحت العجينه بطريقه سهله بزاف. العجينه تاعكم لازم تحلوها شويه غليظه هكا باش كي تطبعوا لي باركات تاعكم تمشوهم شويه بيديكم باش الحبه تاعكم تجي متقونه وبيان فيني. بعد ما نكمل كاع الكميه نحطهم في صينيه، نثقبهم بفرشيطه تاني باش ما تنتفخش العجينه، ونديرهم في فرن مسخن مسبقا لمده دقيقتين. نحموا الفرن تاعنا غايه، نحطوهم يطيبوا على حراره متوسطه. كي نشوفوهم حمارهم الجوانب نقلعوهم نخلوهم حتى يبردوا، بعد نقلعوهم من القوالب. العجينه اللي بقات تاني خدمت بها لي ميني باركات غادي نديرهم حلوين. وهنايا بديت نعمر في هادو لي طابو، هادو الكبار عمرتهم بالبولياشي والفرماج. نتوما خيروا الحشو اللي تفضلوا نتوما. انا فقط عطيتكم فكره كيفاش تخدموا العجينه بطرق مختلفه، يعني حلو ومالح. هنا بعد ما نعمرها بالفيونداشي نحط شويه فرماج، نردهم للفرن غير باش يذوب هذاك الفرماج. هذا مكان ما نخليهمش حتى ينحرقوا، نشعلوا لهم غير شويه من الفوق يذوب هذاك الفرماج ونقلعهم ونقدموهم. وبالنسبه لكريمه الليمون بدون بيض حطيت عصير ليمون نص كاس، زدت له الماء حتى ولا كميه تاع كاس، نحطها في كاسرول، نزيد عليها نص كاس حتى الكاس تاع السكر كما تبغوا. الا بغيتوها ما تجيكمش بزاف حامضه ديروا كاس تاع السكر. ضفت ثاني مغرف كبيره تاع المايزينا تاع النشا، نحركوا شويه من بعد نديروها على حراره متوسطه ونبقاو نحركوا بملعقه خشبيه غايه حتى تغلي. هاد الكريمه لازم تبقاو تحركوا باش هذيك المايزينا ما تلصق لكمش في الكاسرول. ومن بعد مباشره نزيدوا لها مغرف صغيره تاع الدهان كما راكم تشوفوا. نبقاو نحركوا وشوفوا اللون تاع الكريمه تاعنا كيفاش تبدل ولا اصفر كي زدنا له الزبده باش الكريمه تاعنا تخرج شكلا وذوقا تاع ليمون بدون اضافات اصطناعيه. نحطوها مباشره في صحن ونغطوها نخلوها حتى تبرد ومن بعد نستعملوها. وهنا بعد ما طابوا لي ميني باركات خليتهم حتى بردوا، غادي نحط عليهم كريمه الليمون تاني بارده ونزينهم كريمه شونتيي وشويه كاوكاو محمص ومطحون من الفوق. تقدروا تاني ديروا لوز ايفيلي محمص. والنص الاخر تاني عمرتها بكريمه الشوكولا. هاد الوصفه نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو اخر كيفاش تصنعوا بهاد الكريمات التحليه. وبالنسبه للطارت الكبيره بعد ما طابت لي خليتها تاني بردت غايه، حكمت هذيك الكريمه الليمون زدت لها
كريمه الشونتيي وحطيتها كما راكم تشوفون. نحطوها كاع على حساب تاعنا، نعاودو نردوها للمجمد تجمد غايه تقدب روحها، ومن بعد نزينوها بكريمه الشونتيي وكاكاو محمص ومطحون. هذا مكان ونقدموها. وريت لكم عده طرق كيفاش تخدموا بهذه العجينه وانتوما وابداعاتكم. وصفه سهله وبزاف بنينه، عجينه راح تساعدكم بزاف. يعني دائما عندي في المجمد الوقت اللي نبغي نجبدها ونخدم بها حاجه حلوه ولا مالحه. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.